الفنان باسل خياط زين بطل مسلسل الثمن تعرف على زوجته وأبنائه والمرض الخطير الذي يعاني منه وما سبب انفصاله عن هند صبري ومعلومات أخرى لا تعرفونها عنه. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. باسل خياط هو فنان سوري شهير وواحد من نجوم الصف الأول عربيا بعد أن قام ببطولات في مسلسلات مصرية ودراما عربية مشتركة. هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق دفعة 1999 والتي ضمت الفنانين مثل قصي خولي وسلافة معمار ورغداء الشعراني. ولد الفنان باسل خياط بتاريخ 29 أغسطس عام 1977. ولد الفنان في دمشق في سوريا. جنسيته سوري. سنوات نشاطه من 1998 حتى الآن. ولد باسل في حي بغداد بالعاصمة السورية دمشق لعائلة متواضعة ماديا، وقد بدأ التمثيل منذ أن كان في 8 من عمره من خلال مشاركته في مسرح الأطفال. درس باسل في مدارس دمشق، وبعد الانتهاء من الثانوية العامة أراد تحقيق حلمه والانضمام إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنه فشل في اختبارات المعهد في المرة الأولى. ترأس اللجنة التي قامت برفضه الفنان غسان مسعود، وهي نفس اللجنة التي عادت وقبلته في العام التالي. وأثناء دراسته في المعهد شارك في مسلسل الطير أمام الفنان الراحل عبد الرحمن الرشي. شارك بعد مسلسل الطير في عدد من المسلسلات، لكن انطلاقته الحقيقية كانت من خلال مسلسل أسرار المدينة عام 2000، ومن ثم توالت أعماله الفنية. عام 2004 اختاره المخرج المصري يسري نصر الله لبطولة فيلم باب الشمس المكون من جزئين، وقد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي العالمي. شارك باسل في عدد من المسرحيات منها عشاء الوداع، لن يكون، حفل تكريم وتأبين. كما شارك في هواية الحيوانات الزجاجية ألوتشيخوف ونزوة عاشق وهذه المرة وسيلينا. كما شارك في عدة أفلام منها قمرا وزيتونة ورؤى حالمة والشياطين والعشاق وسيلينا والليل الطويل. عانى الفنان باسل خياط من حالة نفسية سيئة بعد الأحداث التي تلت الحراك الشعبي السوري عام 2011، وغاب عن الساحة الفنية لعام ونصف، وساعده المخرج الليث حجو في الخروج من هذه الحالة. اعترف الفنان باسل خياط في لقاء تلفزيوني بأنه خضع للعلاج النفسي بعد قصة حب فاشلة، فقد ارتبط عاطفيا بفتاة من خارج الوسط الفني لمدة 6 سنوات، انفصل ولم يستطع تجاوز الأمر سوى بمساعدة طبيبة نفسية. جمعت علاقة عاطفية بين الفنان باسل خياط والفنانة التونسية هند صبري كللت بخطوبة لمدة 2 ونصف. وكانت غيرة باسل خياط الشديدة سببا في انفصالهما واستمرار علاقتهما كصديقين. تزوج باسل من السيدة ناهد زيدان والتي كانت واحدة من معجباته، ثم تحولت إلى صديقة ثم حبيبة. كللت قصة حبهما بالزواج، وأنجب منها ابنه شمس وابنته إيزابيل. قال باسل عن زوجته إنها امرأة ذكية وعفوية استطاعت أن تدخل قلبه، وعن دوره كأب قال إنه يتمنى أن يكون أبا صالحا
واعترف أنه أناني في حياته ولديه حساسية مفرطة. شارك باسل في مجموعة من المسلسلات السورية المهمة مثل حكاية والبواسل وأسرار المدينة وصلاح الدين الأيوبي وأبناء القهر وربيع قرطبة وعصر الجنون والتغريبة الفلسطينية. كشف باسل خياط أنه لم يجري يوما عملية تجميل في وجهه، إنما نصحه طبيبه التجميل الخاص بأن يجري عملية لفكه السفلي ليصبح متناسقا أكثر مع وجهه. وكانت هذه العملية الوحيدة التي أجراها باسل في وجهه، وتحدث أيضا أنه أصيب بحمى بحر الأبيض المتوسط وهو مرض نادر جدا لا شفاء تاما منه، وأنه يأخذ علاجه في الفترة التي تظهر فيها أعراض المرض في المفاصل والبطن وصداع في الرأس، لكنه استطاع أن يتعايش معه. يركز الممثل باسل خياط على موهبته في التمثيل، لكن ما لا يعرفه إلا المقربين منه أنه يحب الزجل والغناء، وقد أظهر هذه الموهبة في أحد البرامج التلفزيونية. فاز باسل خياط خلال مسيرته الفنية المميزة بالعديد من الجوائز، كما شارك بعدة مهرجانات مثل المهرجان الدولي الفرنسي أفينيون ومهرجان قرطاج في تونس. وحاز على جائزة مونكس دور عن جائزة أفضل ممثل عربي عن دوره عادل في مسلسل عشق النساء، وشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أفلام السينما والأطفال والشباب عام 2019. قدم الفنان باسل خياط عشرات الأعمال ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، ويشارك حاليا في مسلسل الثمن وهو النسخة العربية من المسلسل التركي ويبقى الحب. ويشاركه في مسلسل الثمن رزان جمال ونيكولا معوض وسارة أبي كنعان وصباح الجزائري، ورفيق علي أحمد ورندا كعدي وطلال مرديني ووسام فارس ونانسي خوري وريم كفارنا وريم خوري وغيرهم. وحقق العمل مع بداية عرضه ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت شخصية الفنان باسل خياط زين إشادات واسعة، حيث أثنى الكثيرون على أدائه التمثيلي والتناقض الذي يعيشه بين مشاعره لسارة وعدم ثقته بالنساء وملامحه التي تعطي المشهد حقه.